لو انت بتبيع خدمات سواء عندك شركة او فريلانسر، يبقى مهم بالنسبة لك انك تجيب ليدز او بيانات للعملاء المهتمين بنوع الخدمة اللي انت بتقدمها وتبدأ تبيع لهم خدماتك. طب يعني ايه ليدز او عملاء مهتمين؟ وهل كل شخص بيعمل لايك على بوست الصفحة ممكن يكون مهتم بنوع الخدمة اللي بتقدمها؟ الإجابة هي لا، مش كل شخص بيعمل لايك على البوست بتاعك يبقى عميل مهتم. عشان كده مهم جدا انك تحدد شخصية العميل بتاعك اللي محتاج خدمتك او منتجك. والناس اللي من النوع ده اللي بتتفاعل مع البوستات أو المحتوى اللي بتقدمه يبقى عميل مهتم بالنسبة ليك، ونقدر نقول عليه ليد. تقدر تشوف الفيديو ده بشرح فيه طريقة تحديد عميلك المثالي. طب لو حبينا نحط تعريف لكلمة ليدز أو عملاء محتملين، ممكن نقول هما الناس اللي بيعانوا من مشكلة معينة وبيدوروا على حل ليها وعندهم الرغبة والقوة الشرائية لحل المشكلة. طيب بعد ما فهمنا يعني ايه ليدز او عملاء محتملين، بيجي السؤال اللي بعده: ازاي نقدر نجمع ليدز او بيانات للعملاء المهتمين بنوع الخدمة اللي انت بتقدمها؟ دراسات كتير واشخاص كتير اتكلموا في الموضوع ده، بس جمعت اكتر طرق انتشار في 2024. اول حاجة هي الاعلانات الممولة، اخترتها اول حاجة بسبب فعاليتها وقوة انتشارها وكمان سهولة الاستهداف على عكس باقي الطرق والاستراتيجيات. الإعلانات الممولة هتخليك تحدد الناس اللي يوصل لها الإعلان، ومعظم المنصات دلوقتي بقت بتدعم الإعلانات اللي هدفها توليد الليدز أو تجميع بيانات لعملاء مهتمين بنوع الخدمة اللي بتقدمها. تاني استراتيجية هي التسويق بالمحتوى، سواء كانت مدونات أو مقالات أو فيديوهات أو بوستات على السوشيال ميديا. بيعتبر التسويق بالمحتوى استراتيجية قوية وفعالة جدا، خاصة إن من مميزاتها إنها بتبني ثقة بينك وبين الجمهور اللي بيتابع المحتوى بتاعك. بس غالبا بتاخد شوية وقت عشان تقدر تشوف منها نتيجة أو تبدأ الناس تثق فيك وتبعت لك عن الخدمة اللي أنت بتقدمها. تالت طريقة هي طريقة فعالة جدا، وهي الكولد اوتريتش أو بيتقال عليها التواصل من طرف واحد. بمعنى إنك بتجمع بيانات لعملاء ما يعرفوش عنك حاجة أو عن شركتك وتبدأ تبعت لهم رسائل تسويقية. على سبيل المثال، النوع ده من التسويق الرسائل اللي بتجيلك من شركات التسويق العقاري على الواتساب أو مكالمات التليفون اللي بتجيلك من شركة الفلاتر بتاعة المية. هعمل فيديو إن شاء الله هشرح فيه النوع ده من التسويق وإزاي تقدر تستغل النوع ده عشان تزود مبيعاتك. كمان في طرق فعالة زي التسويق بالمشاهير أو المؤثرين، اتكلمنا عنها قبل كده وقلت إنها طريقة فعالة جدا، خاصة لما بتتعاون مع مؤثر أو انفلونسر ليه قاعدة جماهيرية كبيرة شبيهة لنوعية العملاء اللي أنت بتستهدفهم. طيب السؤال اللي هيجي في بالك دلوقتي: أبدأ إزاي؟ أولا لازم تحدد استراتيجية من دول حسب مواردك والفلوس والوقت والمجهود اللي أنت تقدر تستثمرهم. على سبيل المثال، لو معاك مبلغ مادي تقدر تستثمره في الإعلانات الممولة، أما لو معاك بادجت محدودة ممكن تستثمرها في الكولد أوتريتش وإنك تتواصل مع الناس وتحاول تعرض عليهم خدماتك. ثانيا، بعد ما تبدأ تشوف نتيجة من أي استراتيجية منهم وتبدأ تبيع خدماتك، ممكن تستثمر في استراتيجية تانية جنب الاستراتيجية الأولى، بحيث إن يبقى عندك كذا طريقة لجذب العملاء المهتمين بنوع الخدمة اللي أنت بتقدمها. اكتب لي في الكومنت تتبع إيه الاستراتيجية أو الطريقة اللي أنت بتتبعها عشان تجيب عملاء جدد. ولو حد عنده استفسار ممكن يبعت لي وإن شاء الله هحاول أساعده. أتمنى نكون استفدت من الفيديو وبقى عندكم خريطة إزاي تقدر تجمع بيانات العملاء أو تولد ليدز مهتمين بنوع الخدمة اللي أنت بتقدمها.